السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايلكم بفيديو جديد وبالتالي جايلكم بوصفة جديدة. النهارده طبعا مش هنعمل أكلة ولا هنطبخ. النهارده هنعمل منظف، علشان طبعا احنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. فطبعا هيبقى في تنظيفات عميقة بقى للمطبخ والحمام والريسبشن، وهتبقى هيصة يعني. فقررنا ان احنا نعمل طبعا وصفة منظفات توفر معانا شوية، لان احنا طبعا في التنظيفات العميقة دي بنستهلك كمية منظفات كتيرة جدا. فانا طبعا كنت عامله الفيديو بتاع تفريزات عصير البرتقال ده رمضان، فكان عندي كميه كده من قشر البرتقال، فيعني ايه فمرضتش ارميها طبعا. شفنا طبعا الفيديوهات اللي قلبه الفيس وقلبه اليوتيوب، اللي هي طريقه عمل الصابون ستايل طبعا من قشور البرتقال او قشور السفندي، وكمان ينفع بقشور الليمون. فانا طبعا قررت ان انا اعمل الوصفه دي انا كمان. احنا طبعا شفنا الوصفة دي مالية اليوتيوب ومالية الفيس كمان، يوتيوبر كتير جدا ويوتيوبر كبار ستات ورجالة عملوا الوصفة دي، بس انا هتكلم معاكم بمنتهى المصداقية. طبعا دي كمية البرتقان او قشر البرتقان اللي كانت موجودة معايا. انا طبعا كنت عاملة مفرزة عصير كتير، فكان عندي كمية برتقان كتير، بس انا طبعا اخدت القشرة النظيفة السليمة منها، والقمع بتاع البرتقانة ده شيلته خالص، خدت الحاجة النظيفة بس. وطبعا زي ما انتوا شايفين حطيته كده في حله، وهرفعه على النار لغايه ما يغلي ويستوي كويس جدا، يستوي سوا كامل. يعني زي ما انتوا شايفين انا بختبره بايدي ان هو مستوي تماما، ما حطيتش اي حاجه غير ميه. وبعد كده خدت الخليط ده بعد ما برد، وقمت ضرباه في الخلاط، يعني اضربيه في الخلاط كويس جدا، يعني ما تخلوش مجروش، لا يعني اضربيه في الخلاط، يتك شويه على الخلاط لغايه ما يطلع معاكي ناعم جدا زي ما انتوا شايفين. وانا برضو حبيت اصفيه برضو عشان لو كان في اي حاجه، بس انا صفيته ما طلعش اي حاجه، لان انا زي ما قلت لكم كنت منضفاه قبل ما اسويه. وكمان كنت يعني متكيه على الخلاط بتاعي شويه لغايه ما نعمته قوي، فطلع معايا الكميه الكبيره دي. طبعا يعني طلع كميه كبيره، انا مش عاوزه اقول لكم بقى الريحه، ودي طبعا من المميزات بتاعته، الريحه قلب المطبخ بجد، ريحه البرتقال فظيعه. فمعايا طبعا المكونات بقى اللي انا هستخدمها او هضيفها على الخليط ده او العجينه دي، علشان اطلع بقى الصابون السائل اللي انا عامله الوصفه علشان. معايا دي الصابونه طبعا، الصابونه العاديه اللي هي القطعه دي، انا جايباها طبعا شارياها ب3 جنيه. يعني احنا هنشوف برضو هو عمل معانا فلوس قد ايه، وفر ولا موفرش. فانا جبت الصابونه الناشفه دي زي ما انتم شايفين، ان في ناس طبعا بتبقى عامله الصابون ده في البيت وبيبقى موجود عندها، فطبعا هتوفر اكتر. فانا اشتريت الصابونه دي ب3 جنيه، وحطيتها كده على النار، ومعاها شويه ميه صغيرين، انا عاوزاها تبقى سايله كده زي ما انتم شايفين قوامها بقى بالشكل ده. هبدا بقى اعمل يعني بعد ما الصابونه فكت كده وبقت عباره عن سايل، هبدا بقى افضيها في حاجه كده، علشان هضيف عليها شويه من الخليط اللي انا عاملاه اللي هو بتاع القشر البرتقال. فطبعا احنا زي ما احنا هنتكلم، في ناس برضو بتضيف اللي هو الصودا الكاوية او البوتاص للصابون. طبعا البوتاص ده مهم جدا، لان هو ده يعتبر ماده الربط بتاعه الصابون. فانت لو ما حطيتيش بوتاص هيفضل معاكي سايل كده، ومش هيمسك ابدا، وهيبقى قوامه يعني ما ينفعش خالص. فانا يعني استبدلت، انا مش عاوزه احط بوتاص وكده، فاستبدلت البوتاص بالمكونات دي، بالصابونه الناشفه دي، علشان هي كده كده بيبقى فيها بوتاص. وكمان ده صابون سايل رخيص مش غالي، انا شارياه الجيركن ده كله على بعضه عامل 6 جنيه. فاخدت كوبايتين من الصابون السايل ده، ومع الصابونه هو ده اللي هيكون معايا ماده الربط، ومعايا نشا كمان، يعني هو ده اللي هيكون ماده الربط بديل البوتاص، علشان انا مش هستخدم ابدا البوتاص في الوصفه دي. في ناس انا شفت على فيديوهات يعني على اليوتيوب استخدموا البوتاص وربطت معاهم وكده، بس انا بصراحه ما جربتش البوتاص خالص، ومش حابه اخد التجربه دي، لان البوتاص طبعا صعب جدا على الايد ان انت تستحمليه. فالمهم ضفت كوبايتين من الصابون السائل مع الصابونه اللي هي القطع، ودمجتهم في بعض قوي، وحطيت حوالي كوبايتين من الخليط او من العجينه اللي انا عاملاها دي. ومعايا هنا حوالي 3 معالق كده من النشا العادي اللي احنا بنستخدمه في الحلويات، وهدوبه كده في شويه ميه. وبرده هنزل بالخليط اللي معايا اللي هو عباره عن قطعه الصابون المبشوره اللي انا سيحتها على النار، وكوبايتين الصابون السائل، وكوبايتين من العجينه بتاعه قشر البرتقال اللي انا عاملاها. وهبدا انزل كده ب3 معالق نشا على النار كله لغايه ما القوام يتقل معايا. في الخطوه دي بقى القوام هيتقل معايا، سيبه على النار شويه بس لازم هتقلبي فيه علشان النشا ما يتكتلش معاكي.
الجزء التاني بقى من الخليط بتاع قشر البرتقال انا هعمله العجينه دي يا جماعه سحريه. دي انا اقدر اتكلم عليها لان انا مجرباها قبل كده بقشر الليمون، كنت دايما بعملها بقشر الليمون من زمان، من قبل حتى ما افتح القناه على اليوتيوب. جميله جدا. بتعملي قشر الليمون بنفس الطريقه كده وبتعمليه في الخلاط، وبتضيفي عليه معلقه كبيره من الكربوناتو او معلقتين، ومعلقه كبيره او معلقتين على حسب طبعا الكميه من ملح الليمون. شايفين الفوران؟ هتعمل بقى فوران. الحله اللي انا كنت بعمل فيها دي كان قلبها اسود كده وكانت بايظه بصراحه. عقبال بس ما قلبت الخلطه دي فيها كان قلبها نضف شويه وبقت كويسه. انا عاوزه اوريكم بس. شايفين انا فضيت في العلبه دي؟ شايفين بقى الفوران؟ شايفين الفوران عامله ازاي؟ بصراحة دي بصي بتاكل الدهون اكل كده والترسبات، يعني تغسلي بيها الاحواض وتغسلي بيها المطبخ، حوض المطبخ وحوض الحمام وكمان السيراميك والخلاطات بتاعت الحنفيات بتاعت الحمام والمطبخ. بصراحة والله جميلة جدا. دي عن تجربة انا معتمداها ودايما بستخدم الخلطة دي زي ما قلت لكم بقشر الليمون كمان بتنفع. ممكن تحطي عليها خل كمان، بس انا اكتفيت بملح الليمون والكربونات ودول هركنهم على جنب. دي الوصفه بتاعتي اللي انا معتمداها. اما وصفه الصابون هي كده يعني تماسكت معايا، وهي مش هتتماسك اكتر من كده. انا حاطط لها نشا وزي ما قلت لكم قطعه الصابون وكمان كوبايتين من الصابون السائل. انت ممكن تزودي، يعني انت ممكن تزودي صابون، بس كده مش هتوفري. يعني احنا عاملين الوصفه للتوفير، فانت كل ما تزودي صابون مش يعني بصراحه مش هتوفري. بصراحه يعني انا في وجهه نظري ان وصفه قشر البرتقال دي مش احسن حاجه يا جماعه. وانا بختبر لكم الرغوه بتاعتها قليله جدا. يعني لو انت عاوزه رغوه كتيره هتزودي صابون، فبالتالي ما وفرتيش. دي حاجه. تاني حاجه يعني يعني اما تيجي تستخدميها هتستهلكي منها كميه كبيره. احنا ما بنجيب الصابون العادي، الصابون السائل العادي، بناخد حاجه بسيطه كده وبنغسل كميه مواعين كبيره. لا، دي هتستهلكي منها. هي فيها رغوه بس رغوه بسيطه بصراحه. فانا زي ما قلت لكم ان يعني انا من وجهه نظري يعني ان تجربه الصابون السائل بقشر البرتقال دي بصراحه مش احسن حاجه. انا فضيتها كده في الازازه دي وما ينفعش انك تغطيها، لازم تسيبي الازازه مفتوحه علشان دي مواد طبيعيه وهتعمل عفونه معاكي للصابون، وبالتالي الصابون هيبوظ منك وبالتالي هتبقي كده صرفتي ما وفرتيش. فانا بصراحه يعني موضوع الصابون السائل بالحاجات دي مش هعملها تاني. هي كانت مره كده انا قلت اجربها، انا عمري ما جربتها قبل كده فقلت اجربها بس مش هجربها بعد كده. فانا من وجهه نظري ان الخلطه بقشر البرتقال دي احسن. كانت الشيف ساره عبد السلام عاملاها بس بقشر الليمون من قريب، يعني من حوالي شهر او شهر وشويه. بس انا بصراحه والله كنت عاملاها من قبل الشيف ساره ما تعملها، من زمان قوي برضو بقشر الليمون، ورجعت عملتها لكم بقشر البرتقال. فهي وصفه العجينه احسن من فكره الصابون، ومش هتوفري ولا اي حاجه، مش هتديكي النتيجه المظبوطه. والبوتاص يعني ده مواد طبيعيه غير بوتاص، لو حطيتي حتى البوتاص برضو مش هتوفري التوفير اللي هو. فانا من وجهة نظري بقول للشيفات الكبيرة او اليوتيوبر اللي طلعوا عملوا الوصفة دي يا ريت يا جماعة يكون فيه مصداقية. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.